أغنى لاعب عربي، وأول لاعب عربي كيلعب فريق ريال مدريد، وثاني لاعب عربي كيتوج بدوري أبطال أوروبا. وباش توصل لهاد النيفو هذا ضروري من التضحية والتكرفيس. هادشي هذا هو اللي غيخلينا نتسائلوا كيفاش أشرف حكيمي وصل للعالمية. أشرف. نهار 4 نوفمبر 1998 غيتزاد أشرف حكيمي في مدينة خطافي اللي كتواجد في إسبانيا من أبوين مغربيات. الأم كتنحدر بمدينة القصر الكبير والأب بمدينة واتزم. أشرف كبر وسط عائلة مغربية عندهم الكورة في الوقت والمدرسة حتى هي في الوقت. وفي عام السابع قرر الأب ديالو أنه يدخله لأقرب نادي لكرة القدم، وبانت الموهبة ديالو وهو مازال صغير تحت انظار النادي الملكي. شافوه في واحد الدوري للكره المصغره، ومن ثم قالوا بانه خاصو ضروري يجي يدوز عندنا اختبار. وداز اشرف تحت الاختبار ديال المؤطرين ديال النادي الملكي، وملي دوز الاختبار نجح فيه بالرغم من الظروف القاسيه اللي كانوا كيعيشوها الابوين ديال اشرف حكيمي. ولكن كانوا كيديروا ليه وسيله نقل باش ضروري انه يدوز داك الاختبار اللي كان مهم في حياته. وفي السن الصغير اللي كان فيه اشرف كان دغيا كيدريبلي ودغيا تيماركي، كان سريع وسريع بزاف. هادشي هذا اللي غيخلي النادي الملكي يحطوا مهاجم، ولكن من بعد ردوه ظهير ايمن. العائله ديال اشرف كانوا ديما حريصين على ان اشرف ما يمرنكش لونطريما ديالو، لحقاش الاب ديالو كان تيقطع مسافه 100 كيلومتر باش يديه لونطريما وعاود يجي 50 كيلومتر الي و50 كيلومتر رجوع. هادشي هذا اللي خلى ديما حكيمي يكون منضبط في الوقت ديالو. ولكن مدريد رانا تنديه من 4:30 العشيه ما ترجع للدار حتى 9:30 العصر الليل وتنديه ب 50 كيلومتر ورجع ب 50. الاب ديالو كان تيق في اشرف بزاف وفي الموهبه ديالو، لحقاش في 2016 غيعيط عليه النادي الملكي الاحتياطي ولعب معاهم بزاف ديال الدوريات وبزاف ديال التحديات. هادشي هذا اللي خلى زين الدين زيدان يعيط عليه الفريق الاول، وغيمشي معاهم المعسكر الولايات المتحده الامريكيه كاول لاعب عربي غيلعب الفريق الاول لريال مدريد. وكانت اول مقابله لاشرف حكيمي ضد نادي باريس سان جيرمان. من ورا داك المعسكر اشرف حكيمي غيرجع للفريق احتياطي لريال مدريد وغيلعب 28 مقابله، كان 26 ماتش كاساسي وجوج كاحتياط، وشارك معاهم في كأس ملك إسبانيا للشباب سنة 2017 وفازوا به. ولكن هذا الشيء هذا ما كافيش باش أشرف يلعب في الفريق الأول، ولحسن الحظ أشرف داني كارفاخال غتجي إصابة على مستوى القلب. هذا الشيء هذا اللي غيخلي زين الدين زيدان يعيط عليه في بلاص داني كارفاخال، وفي أول مباراة غيلعب كأساسي. هاد المباراة هادي اللي خلاتها تكون فاعل خير على أشرف حكيمي. هادشي هذا اللي غيخلي ديما يكون أساسي. المقابلة الثانية ضد أوساسونا كذلك غيكون رسمي، وكان فازت الريال على أوساسونا 5-0 وأشرف حكيمي سجل في ذاك الماتش. هادشي هذا اللي غيخلي أشرف حكيمي أول عربي يسجل نادي ريال مدريد. أشرف شحال من مرة بين حبه لبلادو. هادشي هذا اللي غيخلي الجامعة الملكية أنها تنادي عليه نهار الماتش ديال الماضي وغيفرض راسو من الماتش الاول. وكان ذاك الماتش تصفيات كأس العالم روسيا 2018. وسالت سنة 2017 تتويج دوري ابطال اوروبا وكأس العالم للأندية والسوبر كوب الاوروبي والاسباني. وصل مونديال روسيا 2018 واشرف حكيمي فرض راسو في ذاك المونديال كاساسي، واخا ما كانش كيلعب في بلاصتو ولكن فرض نفسه بالروح القتاليه والروح الوطنيه. ومن بعد المونديال بعد الجرائد الالكترونيه كلشي تيقول باللي اشرف حكيمي ما غيبقاش في ريال مدريد، ضروري غيقلب على شي فرقه اللي غيفرض فيها نفسه. والفضل ديال زين الدين زيدان عليه كان كبير وبزاف، ودخل على الخط نادي بروسيا دورتموند ووقع معه على سبيل الاعاره لمده موسمين مع احقيه الشراء. وفي العام الاول اللي مع بروسيا دورتموند قدر انه يلعب 24 ماتش وسجل فيها 3 ديال الاهداف وقدم فيها بزاف ديال الاسيستات. وفي دوري ابطال اوروبا عطى 3 الاسيستات. وسالات 2018 بنتيجه لا باس بها. هادشي هذا اللي خلى جمهور بروسيا دورتموند يوليو يحبوه. ولكن في العام الثاني ليه مع بروسيا دورتموند غيقوم بموسم خرافي، وغنمشيو مقابلات ديال دوري ابطال اوروبا اللي غيسجل فيها هدفين ضد نادي سلافيا براغ. وفي واحد الماتش اللي كان في سيغنال ايدونا بارك بين دورتموند والانتر كان الانتر فايز ب2-0، ولكن اشرف حكيمي يقدر انه يسجل هدفين، وبالفضل ديالو فريق بروسيا دورتموند غيولي منتصر ب3-2. وفي سنة 2019 غتساري الإعارة ديال أشرف حكيمي لنادي بروسيا دورتموند لأن المبلغ كان كبير عليهم، وهنا غيتدخل نادي إنتر ميلان. هادشي هذا هو اللي خلاه يفوز
للجوهرة المغربيين. وهنا أشرف حكيمي سين النادي انتر ميلان ب 45 مليون يورو لمدة 5 سنوات. هادشي هذا اللي غيخليه أغلى لاعب عربي على مر التاريخ. هادشي هذا هو اللي غيخلي أشرف أنه يسجل 7 الأهداف في ذاك الموسم ويفوز بالسيري أ مع النادي الإيطالي اللي غاب على الخزينة ديالو لمدة 11 سنة، وشكل ثنائية رائعة مع البلجيكي روميلو لوكاكو. من طبيعي أن أشرف غيكمل معهم تيسالي العقد ديالو، ولكن رئيس نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي كانت عنده كلمة أخرى. زعما هو خدا ميسي من البارسا وما يمكنش ياخذ أشرف حكيمي من الإنتر، ما يمكنش. وهنا ناصر الخليفي قدم 70 مليون يورو من أجل ضم الجوهرة المغربية وفاز بها. وهنا غيصبح أشرف حكيمي أغلى لاعب عربي على مر التاريخ. وفي يوليوز 2021 غيسيني معاهم حتى لسنة 2026. هادشي هذا اللي غيخليه يكون حاضر في ملعب الأمراء والتقديم الأسطوري مع بزاف ديال اللعابة الكبار في العالم اللي منهم ميسي وراموس. ومع المنتخب هو اللي غيأهلنا الربع النهائي ديال كأس أفريقيا الكاميرون بالاهداف ديالو اللي كانت ضد المنتخب الغابوني ومنتخب المالاوي. وفي كأس العالم قطر 2022 قام مقابلات اللي كانوا كبيرة وتعزل كأحسن ظهير أيمن في المونديال. هادشي هذا غادي يخلي أن أشرف حكيمي غيكون من أغلى اللاعبين العربيين في العالم. المهم خوت، هذا هو الفيديو ديال اليوم. واخر حاجه ما قلتهاش على الفيديو ديال حكيمي اللي هو الام ديالو كانت عامله بالمنازل، يعني كتصبن تتشقى عند الناس باش اشرف ولا خوتو ياكلوا ويشربوا في الديار الاسبانيه. المهم خوت اللي عنده شي حاجه وباغي يديرها الله يسهل عليه فيها، يكمل فيها، يلعب كره يكمل فيها، يلعب كره، كيصور فيديوهات يصور فيديوهات، اي حاجه دارها وتكون مقتنع بها، يعني حاجه اللي تكون انت مرتاح فيها ماشي مبزينه عليك. المهم خوت، هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى انه عجبكم. هاد القصه هادي بغيتكم تاخذوها عبره، اي واحد تيلعب كره عاونوه وساندوه، اي واحد تيدير شي حاجه الله يكمل ليه فيها. السلام عليكم.